مين الشخصية الأسرع؟ هنعمل سباق بين أسرع الشخصيات في التاريخ عشان نشوف مين الأسرع. هيكون فيه ميستر، سونيك، فلاش، جوكو، بيكاتشو، ماريو، وكمان شخصيات كتير تانية، وكمان فيه شخصيات سرية. مين هيكون الأسرع؟ عشان تتأكد ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان تبقى سريع زيهم. يلا بينا. اهلا بيك في قناة ليون بيكارون، دب لايك وكومنت وكمان اشترك في القناة. تابعني على السوشيال ميديا، الروابط في الوصف، وفعل جرس الاشتراك بضغطة زر واحدة. ودلوقتي حضر نفسك عشان العرض هيبدأ. خليك وشوف الفيديو لو عجبتك الأغنية. طيب يا جماعة، أهلا بكم في السباق اللي متحمس جدا أقدمه، لأن النهاردة عندنا كل الشخصيات دي حرفيا. يعني شوفوا، كل الشخصيات اللي ممكن تتخيلوها سريعة وليها لازمة موجودين هنا. السباق ده بصراحة أكتر واحد متحمس له، فاستعدوا لأن المتسابقين هيضطروا يعملوا كل المسار ده باستخدام الحلقات الطايرة دي، وكل الأنبوبة دي عاملة لفة كاملة، وبيعدوا كمان على منطقة مائية، وبيخلصوا على المنصة دي عشان يكسبوا، ومعاهم 30 ثانية بس يعملوا كده. يا ترى حد فيهم هيقدر ينجح؟ وكمان طبعا النهاردة عشان يوم مميز فيه 3 شخصيات من أسرع الشخصيات في التاريخ، وهما سريين وهنفتحهم قريب. استنوا شوية بس، دلوقتي إيه رأيكم نشوف مين فيهم هو الأسرع فعلا من الكل؟ ودلوقتي دوري المفضل عند الجمهور، واحد من أعظم العدائين، سونيك. جاهز يا سونيك العزيز؟ طيب هبدأ السباق بتاعك في 3 2 1. يلا يا سونيك. ماشي بسرعة جامدة وابتدى يسرع أكتر. ده هو سونيك اللي كلنا عارفينه، وخلي بالك دلوقتي لازم يطير. وسونيك بيعمل إيه؟ بيتحول لسوبر سونيك. طيب في السباق ده الكل بيجري، كلهم هيدوا أقصى ما عندهم، وده دليل على كده. هو دلوقتي بيعدي من المنطقة اللي لازم يطير فيها، مع إنه ضيع شوية وقت وهو بيتحول. لازم نبقى عارفين كده. تمام، مكمل قدام، بيطير جوه الأنابيب، بيعملها كويس جدا، حتى اللفة كمان. أهو سونيك، مع إن الوقت قرب يخلص في 3 2 1. خلصوا الوقت. مش عارف عنكم، بس أنا منبهر بسونيك. عمل وقت خرافي وكان قريب يخلص السباق. من غير شك ابتدينا بأقوى واحد، بس دلوقتي مش هنتأخر وراه. واحد من القليلين اللي يقدروا ينافسوا سونيك، الأسرع في الكون، فلاش. يلا يا فلاش، في 3 2 1 انطلق. يا سلام، إزاي بيجري بالشكل ده؟ بيعملها بشكل ممتاز، مع إنه موضوع طيران. طيب هيحاول يطير وهو بيحرك ايديه، دي استراتيجية كويسة من فلاش، بس بما إن المدمار فيه طيران كمان لازم يكون متعدد المواهب. يعني مش أنت الأسرع في كل حاجة يا فلاش. هو لسه بيحاول، لسه بيطير بطريقته، بس بيعدي من خلال الحلقات ببطء شديد. يا فلاش، مع إنك كنت ماشي كويس في الأول، لسه مكمل، لسه بيعدي من الحلقات، بيحاول بكل قوته بإيديه الصغيرين، وبصراحة هو بيعمل قفزات صغيرة بتديله سرعة كويسة، بس وقته قرب يخلص. خلي بالك، هو بيطلع لفوق في السماء وبيجري عشان يعمل آخر اندفاع، بس الوقت بيخلص في 3 2 1. ده آخرك يا فلاش. يا صاحبي العزيز، انت حاولت، بس انت جيت في المركز الثاني ورا سونيك يا مسكين. ودلوقتي خلي بالك عشان دور واحد تاني من التقيلين، أشهر شخصية أنمي في العالم، طفولة كل واحد فينا بلا استثناء، جوكو. أهو قدامنا. جاهز تصنع التاريخ يا جوكو؟ في 3 2 1. يلا يا جوكو. يا نهار أبيض، هو بيجري بأقصى سرعة، عنده فعلا بيجري بسرعة رهيبة، لكن جه وقت الطيران، وجوكو بيعمل إيه؟ بيتحول لسوبر سايان. يا سلام على الخطة دي من جوكو، فعلا بيعملها بشكل رهيب، لسه مكمل وبيعدي من خلال الحلقات. هو الطيران السريع ده هيكون أحسن بكتير من فلاش. خد بالك، هو دلوقتي هيعدي من الأنبوبة وبيسبق فلاش، بس واقف هنا. ليه وقفت يا جوكو؟ يا نهار أبيض، عشان يتحول لسوبر سايان 3.
دلوقتي بقى أسرع بكتير، هيحاول يلحق سونيك. كمل يا جوكو. فعلا بيعملها بشكل رهيب. وقف هنا، ضاع في الحتة دي بس رجع يسرع تاني، والوقت بيخلص في 3 2 1. كمل وقت. مش قادر أصدق، سونيك سبق جوكو حتى بعد ما استخدم سوبر سايان 3، بس ده ما كانش كفاية. لحد دلوقتي المركز التاني. ودلوقتي يا جماعة، مش حاسين بريحة بيتزا كده؟ ماما مايا، جه دور ماريو. ومع إنه ما عندوش عيون بس بيشوف كويس قوي. يلا يا ماريو، في 3 2 1. برافو يا بيني. يلا يا ماريو. وبصراحة كده بطنه الإيطالية تقيلة شوية. يا قرف يا ماريو، أكلت بيتزا كتير قوي. بس ماشي. ماريو لسه مكمل وبيعملها مولتو بيني، بس مش سرعني زي سونيك. هو بيعملها كويس بس مش كويس قوي زي ما كان باين. يا ماريو، الوقت بيخلص منك، لازم تروح الجيم أكتر عشان يمكن أنت أشهر من سونيك بس مش أسرع منه. في السباق هتخسر. يحيى سونيك. يا غبي، يا أهبل، يا أحمق. أظن واضح أنا بشجع مين، صح؟ دايما كنت من فريق سونيك، بس المهم إنه وقت ماريو بيخلص وتريشيه، دوشيه، أوني، تيمي، وماريو يجي في الآخر. مش هيقدر يدفع تمن عملية عينيه. وطبعا يا صحابي، عارف إنكم مستمتعين بالسباقات دي، عشان كده أظن إن ده الوقت اللي كلنا كنا مستنيينه. ودلوقتي عمرنا ما كنا مستعدين نكشف مين ال3 شخصيات السرية، فيلا بسرعة. من دلوقتي عندك 20 ثانية بس علشان تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان تفتح الشخصيات السرية. يلا بسرعة. لو كتبت في التعليقات مين اللي هيكسب ممكن تبقى سريع زيه، فلو كنت مكانك هسرع لأن الوقت بيخلص. لا لا لا، تمام يا صحابي، كده انتوا عملتوا اللي عليكم، وده معناه إن الوقت جه نصنع تاريخ. يلا نفتح الشخصيات في 3 2 1، وها هم قدامنا. أول حاجة ريفيرس فلاش، الوحش ده اللي سرعته عمرنا ما شفناها قبل كده. وتاني حاجة أقوى تحول لجوكو، الألترا إنستينكت. وأخيراً دمج سونيك وشادو في شكلهم الهايبر، يعني هايبر شادك. خلي بالك من الشخصيات السرية دي، أنا شايف إنها هتبوظ توازن السباق جامد. بس دلوقتي جه دور الكائن اللطيف ده، وبيقرص كمان، يعني لو حكيت بيكاتشو. ها هو المتسابق الأكثر لطافة في السباق ده في 3 2 1. بيكا أهو قدامنا بيكاتشو. بصراحة هو سريع وبقواه الكهربائية بيعمل شغل جامد. يلا يا بيكاتشو، تقدر، انت جامد، انت ماكينة، انت نجم. يلا نشوف هيعمل القفزة. بص يا بيكاتشو، على قد علمي انت ما بتعرفش تطير، بس خلي بالك اهو جاي. بيستخدم كهربته عشان يطير على قد ما يقدر. بيدفع نفسه مع انه بيعملها ببطء شوية. حاسس ان دي مش لعبتك يا بيكاتشو، بس برضو كمل وحاول، شد حيلك. يلا يا بيكاتشو، يلا. لسه بيستخدم كهربته اهو كده، بيعدي من خلال الحلقات. بس وقتك بيخلص يا بيكاتشو، هتفضل واقف مكانك في 3 2 1، والوقت خلص. اهو بيكاتشو اللي فضل عايم بكهربته جوه الحلقات. عملها كويس بس لسه في مركز بعيد قوي. في الجمال هو رقم 1، بس في السرعة من آخر الناس. وخد بالكوا يا جماعة، دلوقتي جاي حاجة جامدة جدا. ايه اللي جاي؟ ايه اللي أعظم من مستر إنكريبل؟ أيوة، كنت عايز استخدم باش عشان هو الأسرع في العيلة، بس ما لقيتوش، فمستر إنكريبل هيجري بدل داش. هو ده اللي عندنا. يلا بينا. مستر إنكريبل في 3 2 1. طيب، ابتدى يمشي وها هو بينطلق. يا نهار أبيض، بيدمر الأرض اللي ماشي عليها أو الزيادة عن اللزوم. يلا يا مستر إنكريبل، نشوف قوتك عامل إزاي. هل تستاهل ولا لأ؟ نشوف كده. هيقفز دلوقتي. بيعمل إيه؟ رايح فين؟ يا نهار أبيض، عدى كل الحلقات ونزل هناك. يا خبر، ما تقوليش إن مستر إنكريبل عشان ذكي كده هيبقى أسرع من فلاش. أيوة، مستر ذكي. يعني أنا بقول إيه؟ مستر إنكريبل عدى فلاش بس وقته بيخلص. مستر إنكريبل في 3 2 1. لحد هنا وصل. هنا عندنا
فرحان جدا وفخور جدا لأنه دلوقتي في المركز الثالث، مع إني مش متأكد إذا كان ده هيستمر معاه كتير، عشان بدأنا مع الشخصيات اللي دايما في الصف التاني، ودلوقتي دور شادو، مع إن شادو أقل واحد هنا ينفع يتقال عليه من الصف التاني على ما أظن. خلي بالك لأنه عنده قدرات عمرنا ما شفناها قبل كده. فشادو جاهز للكلام ده؟ في 3 2 1 يلا اجري. ها هو شادو سريع جدا، بس برضه مش أسرع واحد في الكل. اللي عند شادو فعلا هو قدرة رائعة اسمها كايوس كنترول، ولسه موقف الوقت حالا. دلوقتي هو يقدر يتحرك أسرع بكتير من اللي احنا متخيلينه، بس القدرة دي محدودة مش هتستمر مع كتير. يعني يا شادو شد حيلك لأنه جاي بكل قوته. الوقت بقى أبطأ بكتير. بس يا شادو كايوس كنترول بتاعتك بتستمر 5 ثواني بس، وفعلا عدوا، فلازم تفضل تحاول. يا شادو اجري بأقصى سرعة تقدر عليها، لأنه فعلا بيحاول يدي كل اللي عنده، بس أنا مش عارف إذا كان ده هيكفي ولا لأ، مع إن دلوقتي باين إنه كده كفاية، يعني يقدر يتفوق على فلاش، وفعلا عملها. كايوس كنترول دي فعلا قدرة جامدة يا جماعة. يلا نشوف، لأنه داخل في الأنبوبة. بس وقتك يا شادو. آي أنت بتغلط في الأنبوبة، أنت بتلخبط نفسك بنفسك، لأن وقتك بيخلص. في 3 2 1 انتهى الوقت. يعني يا شادو دلوقتي أنت في المركز الرابع، يمكن كان لازم تتحول أو حاجة. ودلوقتي يا جماعة هنسيب أكبر منافس لسونيك ونروح لأكبر منافس لجوكو، فيجيتا. خلي بالك ده ممكن يعمل مفاجأة. يلا يا فيجيتا اتفضل. 3 2 1 فيجيتا بيبدأ يطلق كل قوته وكل سرعته. يلا يا فيجيتا تقدر. وها هو طيران فيجيتا أمير السيان. تمام، بيعدي كويس من خلال الحلقات، مع إنه ما تحولش، لسه مكمل، بيعملها كويس. الناس عندها ثقة فيك يا فيجيتا، الناس مؤمنة بقوتك. تمام، لف حوالين الحلقة كلها. عدى شادو، عدى مستر انكريدبل، بس وقته بيخلص بعد 3. لا يا فيجيتا، لا 2 1 الوقت خلص. أهو فيجيتا اللي لحد دلوقتي في المركز الثالث عملها بصراحة كويس جدا ومن غير ما يتحول. ويلا بينا دلوقتي معانا واحد من أشهر بروفات اللي دايما بييجوا في المركز الثاني، لأن يا ساتر ريحة البيتزا مش بتروح. أهو لويجي، وأهو الأخ أخو ماريو، يعني يا لويجي جاهز يا معلم؟ في 3 2 1 يلا اجري. أهو لويجي بيعملها صح جدا. يا ساتر قفزة جامدة من لويجي. بصراحة هو تقريبا بنفس سرعة ماريو. المنافسة هتكون بينهم هما الاثنين، نشوف مين فيهم الأبطأ. يلا يا لويجي كمل كده، ما تستسلمش، اسعى ورا أحلامك. ومش عارف أقولك إيه تاني عشان أشجعك، أنت بطيء قوي يا صاحبي. يلا يا لويجي شوية كمان. ماريو بياكل البيتزا بتاعتك، اجري بالله عليك. أهو لويجي مش بيستسلم، وشكله بيقرب من ماريو. بصراحة هو أطول شوية وأنحف شوية، يمكن في الآخر يطلع أسرع منه. في كل الأحوال الوقت حيخلص. في 3 2 1 لويجي نط واو ماما مايا عدى ماريو. يا جماعة ده مذهل، لويجي عمل مفاجأة وما بقاش التاني زي ما كنا فاكرين. كده الدور دلوقتي على سبايدر مان. أهو جاهز صاحبنا وجارنا بيدرو باركيس. في 3 2 1 أهو رايح. ماشي هيستخدم خيوط العنكبوت عشان يدفع نفسه، بس بصراحة مش سريع قوي. يلا يا سبايدر مان شد حيلك يا راجل، وخلي بالك لأنه ماشي من تحت المدمار باستخدام خيوط العنكبوت. حركة عبقرية وذكية جدا يا سبايدر مان العزيز. ماشي، مسك المنطاد. برافو يا سبايدر مان، كده صح. يلا يا سبايدر مان، هو مش بيقدر يطير بس بيستخدم خيوط العنكبوت على قد ما يقدر. واو، ها هو قدامنا. ماشي، هو كمان بيستخدم المنطاد وبيتأرجح من تحته، مع إنه وقت جارنا وصاحبنا سبايدر مان بيخلص. في 3 2 1 الوقت خلص. هو سبايدر مان وصل لأبعد مكان قدر عليه، عملها كويس جدا. وخد بالك كان حيلحق فلاش بالعافية،
أداء ممتاز. ودلوقتي يا أصحابي الموضوع عن النينجا، لأني زمان كنت زيك بالضبط. أوزوماكي ناروتو، أهو حبيبنا ناروتو الفروي. يلا يا ناروتو ورينا أنت تقدر تعمل إيه في 3 2 1. أهو ناروتو كون. يلا يا ناروتو كون، ساكورا-سان، ساسكي أوتشيها، ومش عارف إيه كمان. يلا نشوف هيعدي ده إزاي. واو، ابتدى ينط من فوق، بيعدي من خلال الحلقات زي ما يقدر. يلا يا ناروتو أهجر. بيجهز لنطة كبيرة عشان يحاول يوصل لأعلى نقطة ممكنة، وها هو. يلا يا ناروتو، أهو عملها. اجري يا ناروتو، شد حيلك، وقتك هيخلص في 3 2 1. الوقت خلص. وخلي بالكو، ناروتو كان قريب يتفوق على فلاش. سباق جامد يا ناروتو. ودلوقتي يا جماعة جه دور السيد ستارك، ايرون مان اللعين. ايرون مان ماويفو. ايرون مان، آسف يا جماعة، اتفرجت كتير على البانانيرو، بس دلوقتي جه الوقت. ايرون مان في 3 2 1. أهو انطلق. يلا يا ايرون مان، يلا يا ايرون مان. ابتدى يستخدم كل قوته. طيب ايرون مان بالطاقة والدروع على الآخر، سريع جدا. أهو بيتقدم وبيخبط في المنطاد، وفي الثاني كمان بالمرة. تمام، بيتقدم كويس من خلال الحلقات. ايرون مان فعلا بيأدي بشكل ممتاز، كونه بيطير بالسرعة دي بيديله ميزة كبيرة. يلا كمان المنطاد ده، وبيكمل تقدم ايرون مان العزيز بتاعنا. خد بالك، هو بيتفوق على سبايدر مان، لسه بيتقدم، بيتفوق على ناروتو وفلاش. أهو ايرون مان ماشي. لا، في الأنبوبة مش بيتحكم كويس. في الآخر دخل في خبطة جامدة. اجري يا ايرون مان، وقتك بيخلص في 3 2 1. انتهى الوقت. أهو ايرون مان عندنا، واضح إنه جه ورا شادو. سباق جامد من ايرون مان بصراحة. وخد بالك، كلنا عندنا عربية صح؟ هو لا، لأنه هو نفسه عربية. الترانسفورمر اللي على الموضة، أوبتيموس برايم. يلا نشوف أوبتيموس الحبيب بتاعنا يقدر يعمل إيه في 3 2 1. يلا، أهو أوبتيموس انطلق. يا سلام يا سلام يا سلام. بصراحة أوبتيموس برايم سريع جدا، مع إنه مش مسيطر عليه كويس. ماشي. لحظة الطيران. يلا أوبتيموس برايم. تمام. بصراحة هو بيطير بسرعة جدا، أقدر أقول إنه أسرع حتى من ايرون مان. يلا يا أوبتيموس، أنت شغال جامد، كمل طيرانك. دلوقتي عديت سبايدر مان وفلاش وناروتو. برافو يا أوبتيموس، عامل شغل عالي، وعدى ايرون مان وشادو، مع إنه هنا وقع. لازم يبدأ يجرى بسرعة. عدى السيد انكريديبل، بس وقتك بيبدأ يخلص يا أوبتيموس برايم. خسرت في 3 2 1. الوقت خلص. يا نهار أبيض، أوبتيموس برايم جه على طول ورا جوكو وسونيك، المركز الثالث للوحش ده. يا جماعة، لو قلت لكم إنكم عايزين تقضوا 5 ليالي في مكان، هتروحوا فين؟ أكيد هتروحوا بيتزا 5 نايتس أت فريديز. سخن يا فريدي، دورك جه. الأنيماترونيك المفضل عند الكل في 3 2 1. ياه، أهو رايح. ياه لا، ده سريع قوي، أظني ممكن يكون أبطأ حتى من ماريو ولويجي. يلا يا صاحبي، شد حيلك، مع السلامة. ياه، يعني بصراحة لو رحت بيتزا فريدي هو حيقتلك عشان مفيش مكان تهرب فيه. بس لو الموضوع جري، واضح إن البيتزا اللي بياكلها مأثر عليه. يلا يا فريدي كمل، انت ماشي ببطء جدا، أبطأ حتى من ماريو ولويجي. أنا حتى بدأت أيأس. مش عارف مين اللي فكر يحط أنيماترونيك في السباق ده، بس هو غبي جدا. وأيوة، أنا اللي عملت كده. يلا يا فريدي، انت تعمل شغل جامد، شد حيلك. أيوة، تخيل إن في بنت أو حاجة مستنياك هناك، شد حيلك. بس على فكرة، مهما قلت لك وقتك بيخلص كمان. 3 2 1. لحد هنا يا فريدي. بص يا فريدي، على الأقل حاولت. يلا يا بطل، روح هات لك شوية حلويات. ودلوقتي يا أصحابي يلا نشوف الشخصية قبل الأخيرة. وأيوة، بقول قبل الأخير عشان في واحد لسه ما جاش، بس لحد ما يجي. دلوقتي دور تشاريزارد، البوكيمون من النوع الناري، التنين الأسطوري. وها هو تشاريزارد في 3 2 1. يلا.
طيب تشاريزارد شغاله على الآخر وبيطلع نار بهجمة قاذف اللهب. بصراحة أسرع بكتير مما كنت متوقع. يا جماعة يلا يا تشاريزارد، انت جامد قوي. وخلي بالك هو بيعدي من خلال الحلقات. يا نهار أبيض، من امتى تشاريزارد بيطير بالسرعة دي؟ يا سلام، وبيحرق المنطاد وبيحرق كل حاجة. يا نهار، حرق سبايدر مان دخل جوه الأنبوبة. وخلينا نشوف الأنبوبة دي لأنها أصعب شوية. أوه، شوف إزاي بيهدي، عنده ستايل يا تشاريزارد. يا نهار أبيض، شوف بينزل إزاي. هو بيعملها بشكل ممتاز مع إنه وقته قرب يخلص. دخل من الطوق بشكل رائع، بس بسرعة يا تشاريزارد، وقتك هينتهي. كمان 3 2 1 وخلص الوقت يا تشاريزارد. بصراحة عملتها كويس جدا فعلا. من هنا بوجه تحية لتشاريزارد اللي قدر ياخد مركز ممتاز في الأنبوبة النهائية تقريبا. ودلوقتي باين إن آخر شخصية لسه ما وصلتش. عارفين ليه ما وصلتش؟ عشان ده أنا. كنتوا فاكرين إيه؟ إني مش هشارك في السباق ده؟ يبقى بتحلموا. الوحيد اللي يقدر يغلب سونيك هو أنا. يعني أنا آخر شخصية قبل الشخصيات المقفولة. وبعدين أنا مش غبي كده. أنا هتحول دلوقتي لشكل نهائي ليون بيكارون. وقت أوريكم مين اللي مسيطر. في 3 2 1 ها أنا جاي. يا نهار أبيض، يا نهار أبيض، ما كنتش فاكر إني كنت سريع كده. وقت أطير وأدي كل اللي عندي. أيوة ماشي، بعدي من خلال الحلقات بسرعة رهيبة. أنا في قمة مستواي دلوقتي. يلا يلا يلا. سبقت سبايدر مان، فلاش، ناروتو سلام، شادو، ايرون مان برضو سلام، مستر انكريديبل مع السلامة. يلا يلا يلا. قدرت أدخل في الدايرة جوا الأنبوبة وكلهم مع السلامة. أنا في المركز الأول. سريع سريع سريع، أقدر أعملها. كل اللي علي أمشي صح من هنا. يا اتلخبطت في المية. يلا، مع إني وقتي بيخلص. في 3 2 1 الوقت انتهى. طيب أنا حاولت بس ما قدرتش أخلص السباق، مع إني في المركز الأول سونيك اللي عدى كده. بس دلوقتي جه وقت الشخصيات المقفولة، ده هيبقى تاريخي. في المركز الأول فلاش العكسي. خلي بالك من ده، أهو قدامنا وداخل بكل قوته. في 3 2 1 فلاش العكسي. يا نهار أبيض، أيوة بس مش هيعرف يطير زي فلاش التاني وهيقع في داهية يا مسكين. إذا بينط على المنطاد، بينط على المنطاد التاني وبيوصل هنا. يا نهار أبيض، ده أحسن بكتير من فلاش التاني. مستواه جامد جدا، بيعمل حاجات رهيبة. يا سلام، خرج من الأنبوبة، ده فعلا مذهل. وخلي بالك دلوقتي بيجري هنا بسرعة الصاروخ. يا نهار أبيض، سابق الكل. خلي بالك دلوقتي لازم يجري فوق المية، وطبعا هو شاطر جدا في كده. أهو فوق المية. فلاش بيعمل كل اللي عنده بس وقته بيخلص. في 3 2 1 انتهى الوقت. ياه، شكلك بايخ قوي وانت في المية ورايا. لحد دلوقتي أنا لسه رقم 1 وده مش هيتغير. جوكو ألترا إنستينكت، أقوى نسخة من كل الجوكو، التحول الأقوى على الإطلاق اللي حصل عليه. يعني يا جوكو ألترا إنستينكت العزيز، ده وقتك، طلع كل قوتك يا رب. أيوة يا جماعة، جهزوا نفسكم. في 3 2 1 يلا. يا نهار أبيض، سريع جدا. واستنى، بيتنقل بالتليبورتيشن. خلاص الموضوع انتهى. بيتليبورت لأي حتة هو عايزها. يا نهار أبيض، السرعة اللي وصل لها رهيبة. جوكو ألترا إنستينكت، بصوا عليه، دخل جوه المواسير وكمل ماشي. يا سلام، بصوا لسه بيتنقل بالتليبورتيشن. جوكو ألترا إنستينكت، يا نهار أبيض. أوه، ده فعلا سبقني يا جماعة، ده فعلا سبقني. وها هو قدامنا. في 3 2 1 يا ساتر، في نص الملعب بالضبط. واضح إن عندنا فايز لحد دلوقتي، بس لسه فاضل آخر شخصية مقفولة، هايبر شادك. هل هيقدر ياخد المركز الأول من جوكو ألترا إنستينكت، واللي هو الوحيد اللي قدر يخلص السباق؟ وها هو قدامنا. في 3 2 1 بدأ يجري، ويا نهار أبيض،
يا نهار أبيض، يا نهار أبيض. بس إيه المستوى ده من السرعة؟ يمكن هو مش بيتنقل، بس واو، بس مستوى السرعة اللي عنده عالي جدا. يا نهار أبيض، يا نهار أبيض. بس هو عملها بسهولة قوي. أنا كمان دلوقتي بيعديني. هو فعلا بيعملها بشكل مذهل. واو. ها هو قدامنا بكل قوته بتاعة هايبر شادك مع جوكو ألترا إنستينكت. يا جماعة، مين المفروض يكسب من الاتنين دول؟ عشان دول الوحيدين اللي قدروا يكملوا السباق، وده بيرجع ليكم وللي هتكتبوا في التعليقات. انتم فريق سونيك ولا فريق جوكو؟ اللي هتصوتوا له هو اللي هيتختار كأسرع شخصية في التاريخ كله. فيا جماعة، أتمنى يكون الفيديو عجبكم. سيبوا لايك، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وما تنسوش تكتبوا في التعليقات ايه الشخصيات التانية اللي تحبوا نشوفها بتتنافس في سباق. نشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.